العباءة والنقاب سبب في العذاب والعقاب. عباءة على الأكتاف ضيقة مزخرفة الأطراف، هذه عباءة للستر أم فستان زفاف؟ شرع الله العباءة لستر الزينة والجمال لا للتجمل وجذب أنظار الرجال، فمتى ما كانت العباءة للزينة انقلبت عليك نكالا ووبالا بين يدي الله تعالى. اسمعي، العباءة التي تحرك عين الرجل قد تحرك غضب الله عز وجل. هذا إذا حركت عينه، كيف إذا حركت قلبه، كيف إذا حركت شهوته. كم من رجل مفتون بعباءتك والعيون، ستسألين عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون. فلا تكن عباءتك لافتة للأنظار، فلربما تغضب الله الواحد القهار. قال أحد المستشرقين: لماذا نساؤكم يلبسن العبايات؟ فقال له أحد المسلمين: لأنهن لا يريدن أن ينجبن إلا من رجل واحد. بوركت من حورية في جنة تختال بين الروض والأنهار، طوبى لك الحسنى بها وزيادة هي رؤية الرب الغفور الباري. طوبى لك الحسنى بها وزيادة هي رؤية الرب الغفور الباري. بوركت من حورية. فتاة جامعية حديثة عهد بزواج، يقول زوجها: أردت الذهاب بها إلى الجامعة فاستأذنتني من أجل أن تصلي الضحى. انتظرتها في السيارة، اتصلت بها ولم ترد، ثم اتصلت بها ولم ترد، فنزلت بعد 10 دقائق إلى الدار. فلما دخلت وسط بيتي وإذا بها قد فرغت من ركعتي الضحى واضطجعت على سجادتها ولفظت أنفاسها وماتت. ماتت بعد اتصالها برب العالمين. فهنيئا والله لمن أصلحت علاقتها برب العزة والجلال. وشتان بينها وبين من تموت وهي من البويات، من تموت وهي من المعجبات، من تموت وهي تاركة للصلوات. والله إن القلوب لتتقطع على بنات المسلمين إذا رأيناهن في الأسواق، إذا رأيناهن يعانين من ابتزاز، إذا رأيناهن كالألعوبة في أيدي الذئاب البشرية. يا بنات لا إله إلا الله، ارجعن إلى ربكن. الله عز وجل ينادي، الله عز وجل يناديك من فوق 7 سماوات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.